السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عيال بتكلم موضوع عن اللي يرقص على القرآن المقطع. طبعا كل الناس تسمع فيه، لكن ما تدري وش المقاطع هذه. وهي صحيح فعلا ان يضيفون ريمكس على القرآن، وهذه يرقص عليها استهزائية بالعرب والمسلمين العامة على الله سبحانه وتعالى، وتحدي الله سبحانه وتعالى. والله يعني تعالى ذو الجلال والإكرام عن هذا الكلام. من الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقول الكافرون وغير الكافرون والضالين. بعض المقاطع اللي ما شافوها الجمهور، خلينا نشوف الحين أول مقطع. ليس لهن كفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون هنا شوف كم لايك 300، وهنا ديسك لايك. شوفوا اللي يتحدون لله سبحانه وتعالى. هذه كل القصة، بس أنتم مكبرينها وقرآن وهذا وتقوى خلي يقفل. هم شركة يوتيوب ما يفكرون بأشياء يعني تلعب نفسية الناس، لا يبون فلوس أهم شيء، فلذلك ما راح يحجب المقطع. شركة يوتيوب حجبت مقطع وشو جاء فيه ديسك لايك واتشد، بس هذا وشو اللايك أكثر، مستحيل يمسح. الناس هذه هي اللي طلعت الاشياء ذي. خليك اسحب على المقطع، يجيك هذا كنسل، اسحب عليه، خلهم هم يتابعونه، احنا ما نتابع. انتم ليه الحين مكبرين الموضوع هذا؟ شركة يوتيوب من وين؟ من كاليفورنيا. طيب المقطع هذا وصل كم لايك؟ 300,000 لايك. وكم المشاهدات؟ 48 مليون مشاهد. يعني يدخل على راعي القناة هذه يمكن يمكن 50,000 شهريا كذا. شلون يمسحه؟ هذه كل السالفة اللي يقولون جحدور وش قصة اللي يرقص على القرآن، بس هذه السالفة.